تعالوا يا جماعه نشوف فرح بتعمل ايه. بتعمل ايه؟ بقطع طماطم عشان اعمل فول. فول بالطماطم، الله بحبه قوي على فكره. قطع هنا اهو فلفل. مقطع فلفل. هتحطي حاجه تاني غير الطماطم والفلفل؟ بصل طبعا عشان حضرتك بتحبي البصل. بس ما بحبوش ايه. سويح. ايوه. حبيه كداب. هناكل يعني الفول النهارده؟ هناكل فول النهارده. طب ما فيش كده اول مره الاقيكي عامله لي فرخه مشويه، عامله لي لحمه مشويه، مش لا فول؟ مفيش الكلام ده، انا بقرف يا راجل. يا ست. طيب هتاكلينا فول بس يعني ولا هتاكلينا ايه جنبه؟ هعمل لك بابا غنوج. حلو. والطماطم بالجبنه. ايه؟ جبنه بالطماطم. جبنه بالطماطم، حلو. طبعا يا ماشي، جماعه اكله حرشه كده مع التقطيع مع البصل بتاعي عشان عينيكم ما توجعكمش. يلا احنا هنسيب بقى ايه. والتقطيع بتاعي. ايوه. يبقى كده مكونات الفول يا جماعه اللي فرح هتعمله: فلفل حامي، طماطم متخرطه كده زي ما انتم شايفين، وبصلايه متوسطه كده. هنحط معلقه سمنه ونضيف البصل، واول ما يتحمر شويه كده يبقى لونه ذهبي هنحط عليه الطماطم. البصله بقى لونها ذهبي اهو معانا، هنحط بقى الطماطم. هنحط شويه ملح على حسب الرغبه طبعا، التوابل اللي انتوا عايزينها. احنا بنحط ملح وكمون وفلفل اسمر، ولما بيبقى فيه دوم باودر او بصل باودر بحطهم. فاضل بقى الكمون. واهم حاجه في الفول دوت الكمون طبعا، ولو عايزين ليمون حطوا عليه رشه ليمون كده، لو مش عايزينه مش حابين بلاش. بص الطماطم ما شاء الله بتتسبك بقى اهي وداخله على السوا بتاعتها. بعد كده نحط بقى عليها الفول. ونحط الفول. هنحط الفول. نحط الفول. هتعمل لنا بصل بالخل والملح والايه. يا صدمة النهارده يا جماعه، شهية تعرفوا صدمة. بس جايز ضهر. عملت لنا اكله ولا 5 نجوم. اتفضلوا معانا. فول. اتفضلوا فول. طبعا الاخوه العرب دلوقتي هيقولوا يا فوالة، يعني ايه يا فوالة مش عارف. احنا من عشاق الفول. احنا ما بناكلش غير الفول. مش للدرجه دي يعني. طبعا انا ما بحبش الخل فمش هحط خل. حطي خل. مش هحط خل. حطي خل. مش هحط. شويه الفول الروعه، بس شكله وجماله ما شاء الله. اتفضلوا معايا. انت بتعملي ايه؟ بعمل استعراض. اتفضلوا معانا يا جماعه بقى. 500,000 رغيف. هدوق واقول لكم في الفيديو الجاي زي المكرونه كده، لو حلو او وحش. يا جماعه والله المكرونه كانت حلوه. المكرونه كانت حلوه بس كانت حاميه جدا، ولا انا اكلت منها ولا اختها اكلت منها. شفتوا كانت حلوه ازاي؟ عمركم شفتوا فول يتاكل معاه يتشرب معاه عصير فراوله؟ خدوا نصيحه من اختكم، ما تعملوش حاجه عشان هيتقال عليكم انكم ما عملتوش. الفول دوت يتشرب معاه عصير لفت. لفت. مش فراوله. لفت. واتفضلوا معانا الاكل الجميل التحفه اللي فرح عاملاه دوت. يلا قولوا لها حاجه في الكومنتات تكبروا بخاطرها شويه. نشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامه، باي. طب اعمل لي بقى كوبايه شاي بالنعناع انت كمان تكون حلوه. احلى كوبايه شاي بالنعناع، احلى نكهه في الدنيا. المنكر الحلو ده ايه رايك؟ ده منكر. منكيري. متشبه عليه. هاتي كده النعناع نوريهم للجماعه. ما هو اخواتنا وحبايبنا. بصوا النعناع هو بينشف بس هو مرطب قوي. انا المفروض احطه في شمس بس للاسف الشمس مش بتيجي عندي، مخصمانه. مش عارفه لو حد عنده حل يا جماعه يقول لي اعمل ايه في النعناع ده انشفه ازاي
وما تقولوليش حطيه في فرن البوتاجاز علشان انا اصلا ما عنديش بوتاجاز، انا عندي البوتاجاز اللي فوق ده لكن ما عنديش الفرن. خدي بقى يا فرح، بصي لفي النعناع كده على بعضها وحطيها في الكوبايه اللي جوه. ايوه لفيها كده بس، حطها لي بقى في الكوبايه. الشاي يغلي بقى وصبيه عليها. تمام. شيلي بقى النعناع دوت هناك جنب بتاع البوتاجاز. تكاد من فرط الجمال. حضرتك اللي قلتي لي خفيفه على فكره. ايوه انا عايزه خفيف مش عايزه تقيل. تسلم ايديك يا فرحة قلبي. حضرتك بصي، وهو ده كان اخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بالله عليكم يا جماعه، يا جماعه يعني اعمل ايه معاكم؟ اعملوا لايك على الفيديو، انتوا هتخسروا حاجه؟ هو حد قال لكم ان اللايك بجنيه ولا ب10 جنيه؟ اللايك ببلاش، والله والله ببلاش، يعني مش هتخسروا حاجه لو دوستوا على لايك وعملتوا كومنت حلو كده منكم. انت بتعملي ايه؟